مولاي يدري والرفاق من الإرهاب ما يلقى العراق. نيوب الليث بارزة ولكن عمى الأبصار في الغافي خلاق. عجبت لنائم ملء الجفون وملء السمع وقع أو طراق. مجوس الفرس قد حشدوا المنايا وجند الحشد أحقاد عتاق. إلى بغداد بالأشلاء ساروا لهم في البر والجو انطلاق. وما حشدوا لثارات الحسين لثار القادسية قد أراقوا. دم الأحرار في يمن وشام وفي بغداد نارهم حراق. مغول العصر ليس لهم شعور ولا دين يصد ولا خلاق. كأن قلوبهم رصفت بصخر وأن دماءهم ماء زعاق. أيا بغداد والعشاق كثر لماذا الآن قد كثر الطلاق. نيوب السود من جنبيك حمر وما للبيض والسمر امتشاق. بكيتك ملء عيني يا عراق وملء القلب أوجاع عتاق. وبعد أن عددت يا سيدي مدن العراق بغداد والموصل والأنبار والرمادي وصلت إلى الفلوجة فقلت تفضل. إذا الفلوجة السمراء ماتت فأقسم أن سيلحقها الرفاق. أرى مدن العروبة كالحات وذا حدث لعمرك لا يطاق. وأبصر أمة الأعراب صرعى نساؤهم إلى قم تساق. فكم عذراء أشبهت الأماني لها في القلب فعل واشتياق. تجر إلى المكاره جر شاء ومن دمها على الغافي بصاق. يقولون اتقاء في اتفاق على الضعفاء كم جر اتفاق. عجبت لخاطب ود الأنام وما ود الورى إلا نفاق. عجبت للاهث خلف السراب وكأس الماء في يده دهاق. ملايين البواسل في انتظار وكم تشتاقها الخيل العتاق. خبرت الملك يا مولاي حزما رسائله إلى العادي الرقاق. وهل تغني الرسائل في عدو بغى ما لم تدبجها الدقاق. أرى الأيام لا تبقي صغيرا ودارا قد سرى فيها الشقاق. ثم ختمت يا سيدي بنبوءة كما قلت أنت أن الشاعر هو نبي عصره. تفضل أستاذي. نعم، تنبأت أن ما حدث للعراق سيحدث للأمة كلها. وهو ما يحدث اليوم في سوريا. ندفع الثمن، ربما باقي العرب يدفعون الثمن. ندفع الثمن وسيدفعون الثمن. أيا أم المساجد والمعالي أنا الشام التي دمها يراق. أنا أم المجازر سامحيني دمي سفك وفي قدمي وثاق. أيا أختاه جرحك من جروحي ودمعي مثل دمعكم مراق. نموت اليوم واحدة فأخرى نموت اليوم واحدة فأخرى وليت العرب من نوم أفاق. يا الله، صح لسانك أستاذ محمد دركوشي. ألمتنا بهذه القصيدة فعلا أستاذ محمد. نعم تفضل. يعني آلمتنا وأبكيتنا فعلا. تقول نموت اليوم واحدة فأخرى وليت العرب من نوم أفاق. يا سيدي ولا أحسبهم سيفيقون. لكن كم كنت مؤلما حينما قلت
أنا الشام التي دمها يراق. أيا أم المساجد والمعالي دمي سفك وفي قدمي وثاق. من 2003 هذه تقول أنت للفلوجة ولبغداد ولباقي حواضر العراق. من 2003. أستاذ محمد، هل أنت معنا؟ معك أستاذ معاذ. نعم. قلت لك، كنت أقول لك يعني ألمتنا وأبكيتنا فعلا. من 2003 وأنت تقول أيا أم المساجد والمعالي دمي سفك وفي قدمي وثاق. يا سيدي، العرب جميعا أو الأقطار العربية أو الأمة العربية كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. من الطبيعي إذا تألمت أي دولة ستتألم الأخرى، إذا تعرضت أي دولة لمصيبة أو لغزو فالأخرى هي في الطريق، ولكن للأسف لم يستيقظ العرب ولا أحسبهم سيستيقظون. بالتالي أستاذ محمد، يعني هل أنت مع الكلام الذي يقول أنه ما جرى للعرب في العراق، يعني لمجموعة الحقيقة لطيف معين من أهل العراق، هذه المذابح من 2003 وسكوت العرب عليها، الآن يدفعون يعني كرة السبحة، ويعني الدور سيتعدى سوريا إلى مناطق أخرى من بلاد العرب؟ لأنه هناك ناس تسكت الآن على دماء أهل سوريا. نعم، هؤلاء الزعماء العرب يا سيدي هم أصلا الزعماء العرب هم أصلا مشاركون بذبح الشعب العراقي ومشاركون بذبح الشعب السوري. حتى في 2003 عندما صوتت الجامعة العربية لضرب العراق، معظم الزعماء العرب صوتوا لضرب العراق. نعم. لأن هؤلاء أنا دائما أصفهم بأنهم ليسوا زعماء للأمة، وإنما هم موظفون أمنيون في شركة أمريكية يفعلون ما يؤمرون. لذلك ربما تصل المياه أو تصل النار إلى بيوتهم ولا يفعلون شيئا. الشعوب العربية في واد والحكام العرب في واد. تقول ترى مولاي يدري من الإرهاب ما يلقى العراق. نعم، والمقصود هنا الزعيم العربي الآخر. نعم. أي زعيم عربي، صاحب السمو، صاحب الجلالة، فخامة الرئيس، كل هؤلاء هم المقصودون بالكلام. يعني ربما يقال لك أيضا الشعوب العربية عليها أيضا دور، ليس فقط الأمر ملقى على الزعماء. هذه الشعوب أيضا هناك من يرى أنها نائمة مستكينة، ربما شامتة في بعض الأحيان بما يجري هذا الكلام دقيق. أيضا الشعوب العربية تحتمل الوزر، والنخبة المثقفة العربية كما قلنا تحتمل الوزر الأكبر. فقلنا لو مارس الشعراء أو الكتاب أو المثقفون مارسوا التنوير لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. أنا دائما كنت أقول التنوير يسبق التثوير. فالعوام كما يقول الكواكب صبية أيتام نيام، والمثقفون المتنورون هم أخوتهم الذين يحرضونهم وينورونهم. فلو مارس المثقفون دورهم التحريضي والتنويري لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. لكن للأسف معظم المثقفون هم من مطبلو السلطة، وهم من الذين جعلوا من الكلمات راقصات على مسارح السلطات السلاطين. نعم. لذلك طيب يتحمل المثقف العربي الدور الكبير. نعم. طيب، يعني هذه القصيدة قد يقال أنها عرقية أو طائفية. تقول مجوس الفرس قد حشدوا المنايا وجند الحشد أحقاد عتاق، وما حشدوا لثارات الحسين لثار القادسية قد أراقوا. يعني أنتم العرب ما بالكم تسكنون في التاريخ وتعيدون ذكر أيام معركة القادسية وأيام العرب المسلمين الأوائل. تجاوز الزمن هذه القضايا يا أستاذ. يا سيدي، عندما تقول للمجرم أنت مجرم فهذا لا يعني أنك طائفي أو أنك حاقد. وثيقة كيفونيم الصهيونية عام 1982 نعم. ذكرت بالحرف ما نصه أن وصول الخميني إلى سدة الحكم في إيران سيساعدنا على إثارة النعرات الطائفية والعرقية والدينية وفي المنطقة، وسيخلق كنتونات طائفية متقاتلة. هل هذا ما يحدث اليوم أم لا؟ ألم تتدخل إيران في العراق وتشعل العراق؟ ألم تشعل اليمن؟ ألم تشعل سوريا؟ ألم تشعل لبنان؟ الجمهورية الإيرانية للأسف هي مخلب الصهيونية العالمية، وهي مخلب الإمبريالية العالمية. فأنت عندما تشير إلى العدو هذا لا يعني أنك طائفي. نعم. نحن لم نقل الشيعة بشكل عام. من الشيعة من نحترمهم ونجلهم، ومن الشيعة العرب حتى من الشيعة الفرس، لكن نحن نتكلم عن نظام كما نتكلم عن الأنظمة العربية. عندما نهاجم الأنظمة العربية هل تستطيع أن تقول لي أنني عنصري ولست قوميا؟ طيب. أنا أهاجم نظاما أنظمة عربية، كذلك يحق لي أن أهاجم
النظام الفارسي الذي هو مخلب كما قلت لك الإمبريالية والصهيونية العالمية. طيب حتى لا نغرق كثيرا في السياسة أستاذ محمد دركوشي، ولكن أريد أن نودع هذه القصيدة ببيت تقول: كأن قلوبهم رصفت بصخر وأن دماءهم ماء زعاق. فعلا هذا توصيف لهؤلاء القتلة الذين يظهرون عبر الشاشات. آخر سؤال: هل تعتقد أن شاعرا ربما غير سوري سوف يأتي بعد 10 سنوات ليقول أنه كتب عن سوريا في 2016 وفي 2026 بلده تسفك فيها الدماء؟ نعم يا سيدي، أتوقع أن يأتي شاعر كويتي أو شاعر سعودي أو شاعر مصري. نعم أتوقع أن يأتي ويكتب ما كتبته أنا منذ 2003 وما أكتبه الآن وما يكتبه الشعراء العراقيون وما يكتبه الشعراء السوريون بعامة. سيأتي شعراء عرب أيضا ويكتبون عن بلدانهم وعن مآسيهم. نعم سيأتي هذا اليوم. طيب نعود إلى الشعر، وما الذي تختاره الآن؟ أيضا سأتحدث عن بغداد. بغداد هي معشوقة العرب، طبعا. بغداد هي مركز الحضارة العربية. أيضا كنت كتبت قصيدة عن بغداد أطلب منها أن لا تنادي العرب لأن ليس فيهم من يستيقظ. أقول: أيا بغداد صبرا لا تنادي، قبائل ليس يبعثهم نداء، على إخوانهم قومي رجال وفي لقيا عدو هم نساء، فكل صبيحة تجري دماء وتضرى كل يوم كربلاء، فكل صبيحة تجري دماء وتضرى كل يوم كربلاء، غفى في أمة الدين التآخي ومات بأمة العرب الرجاء، وعنترة المتوج لا يبالي، أموت آل عبلة أم سباء، فهم زعماء في ساح الغواني وفي الفتيا جميعا أنبياء. أيا بغداد صبرا لا تنادي، أرى الظلماء يكنسها الضياء، فخلي عنك أحزان الثكالى، فعند الله يا عشقي الرجاء. هنا فئة مرابطة لها في ميادين الوغى حسنا بلاء، دماؤهم تحطم كل قيد، سيسقط ما تحطمه الدماء، أراقوها بلا ذنب سوى أنهم لإله أحمد أوفياء، وذابوا في تراب الحق عشقا، منارات على الدنيا أضاءوا. الله، طبعا القصيدة طويلة. يعني أستاذ محمد دركوشي، أعود لك من الناحية الفنية. هذه القصيدة على البحر الوافر، قصيدة العراق أيضا على الوافر. نعم. ما أصرارك على الوافر بهذه الطريقة؟ أم هو حزين فعلا كما يقال؟ البحر الوافر يمتاز بالحزن. يعني معروف أنه حزن وأنه أيضا إيقاعي وموسيقي. نعم. وغنائي إلى حد ما. لذلك يعني كنا نتغنى أو نشعر بألم شديد، فكان يسعفنا الوافر في هذا المجال. طيب سؤال آخر، تقول: أراقوها بلا ذنب سوى أنهم لإله أحمد أوفياء. هنا اعتمدت على التدوير أستاذ، يعني وأكملت التفعيلة في الشطر الثاني. نعم، التفعيلة يشترك فيها الشطران. تمام. طيب في الوافر هل يجوز التدوير؟ والله هو نعم، أنا قرأت في الشعر العربي ورد كثيرا التدوير، ورد كثيرا التدوير. إيه، لكن في الوافر يعني هل ترى ذلك متاحا أم الأمر خاضع لمزاج الشاعر؟ الأمر خاضع لمزاج الشاعر. هو يخضع للدفقة الشعورية. أحيانا أنت تجبر، يعني ربما يكون مكروها، هناك مكروهات في الإيقاعات الشعرية وفي التفعيلات. نعم. فأحيانا يكون الشاعر مكره، يريد هذه الفكرة ولا يريد سواها، فأحيانا يكون مكرها. نعم. فبالتالي أنت ترى أنه لا ضير يعني أن يتمرد الشاعر أحيانا على لا ضير. نعم، على قواعد علم العروض، كما قال أبو العتاهية: أنا أكبر من العروض. نعم صحيح. هذه القصيدة عدت كذلك فيها لجلد هؤلاء العرب. تقول:
على أخوانهم قوم رجال وفي لقيا عدو هم نساء فكل لكن وعنترة المتوج لا يبالي أموت آل عبلة أم سباء. لهذه الدرجة هذه دياثة. أنت تتهمهم بالدياثة الآن؟ نعم، الحاكم العربي لا يبالي. ذهبت لبنان، ضاعت العراق، ضاعت سوريا، وضاعت اليمن. ماذا يفعل الحاكم العربي؟ ماذا يفعل؟ وستصل النار إليه. هل تذكر قصة جحا يا سيدي؟ وهي أي قصها؟ جحا عندما قالوا له النار قد وصلت، أو الطوفان قد وصل إلى قريتك، قال هل وصلت إلى الحي الذي أنا فيه؟ نعم. قالوا لا. قال إذن لا علاقة لي. ثم وصلت النار إلى الحي، فقالوا له قد وصلت النار إلى الحي، قال هل وصلت إلى الشارع؟ ثم هل وصلت إلى البيت، إلى غرفته، حتى احترق. نعم. وهذا ما سيحدث للأسف. يعني أريد أن أسألك سؤال محدد، هل تعتقد أن النار ستندلع في الخليج؟ هكذا سؤال واضح. نعم ستندلع، وهذا مخطط أمريكي صهيوني فارسي. هذا الحلف، هذا التحالف الغادر الثلاثي الأمريكي الإيراني الصهيوني، هذا التحالف غادر. لكن هؤلاء شنوا عاصفة الحزم أستاذ محمد، يعني ربما تغيرت الصورة. يا سيدي أنا قلت إن كنت ترجو من الأعراب، قلت في قصيدة إن كنت ترجو من الأعراب عاصفة سل غزة أهلها هل يرتجى العرب؟ أي عاصفة يا سيدي؟ هذه أي عاصفة؟ طيب هذه العاصفة أيضا كان لها خطوط حمراء. طيب بدون الإغراق في السياسة، دون الإغراق في السياسة أستاذ محمد، تقول فهم زعماء في ساح الغواني وفي الفتيا جميعا أنبياء. يا ما أجمل هذا الوصف يا سيدي. تأتي بأمير عربي أو زعيم عربي يدفع المليارات ليقضي ليلة مع عروض أزياء أوروبية. هل سمعت بذلك؟ يعني نسمع. نعم، هم زعماء في ساحل الغواني. نعم. طيب ما رأيك أن نذهب إلى الشعر؟ حبذا. طيب ماذا تريد أن تقول؟ سيدي يعني منذ عام تقريبا نعود إلى سوريا الحبيبة، سوريا المكلومة الآن. نعم. وهي أخت العراق، والجرح واحد. منذ عام استهدف الطيران النظام أو الطيران الروسي بلدة دركوش، فارتكب فيها مجزرة مروعة ذهب ضحيتها المئات، ومنهم أغلبهم أقارب وأصدقاء. هي دركوش في ريف إدلب أليس كذلك؟ في دركوش في ريف إدلب، نعم، بلدتي الوادعة الجميلة. فكتبت قصيدة طويلة سأختار لك منها بعض الأبيات، يمكن ربما لضيق الوقت. تفضل. سلام على سيف لشعب انتشاقه، وليس على سيف لأرعن حاكم، فما كل نصل بالعدو مخضب كريما وإن سلته فتوى العمائم، فللحق أسياف إذا ما تجردت تهدم أركان العروش الظوالم، وحزب يرى قطع الرؤوس فريضة ونافلة هدم البيوت القوائم، مبرأة منه الشرائع كلها ولو لابسا في الناس ثوب المقاوم. لك الخزي حزب اللات ما أن نازف عزيز بأرض الشام زين العواصم، أسيفك مسلولا لأمة يعرب ومولاك علج من علوج الأعاجم. الله. دعا باسم سابور من الحقد تالدا وألبسه حزن الحسين بن هاشم. الله. غزا الشام والأحقاد تزجي جيوشه قطيعا وهذه واضحات الجرائم. لك الويل يا مولى المجوس مذمما، أهذه المخازي من علي وفاطم، شموس الهدى من روض أحمد أشرقت أضاءت دياجير الليالي العواتم، فوا عجبي كم ينسب الشر
كم ينسب الشر جاهل لآل التقى الأطهار أهل التراحم. سلام على جيش الفتوح مسلطا من الله أسيافا على كل ظالم. وجيش العلا ما للشياطين عنده إذا حضروا غير الأكف الرواجم. سلام على جيش يصلي رجاله صلاة المعالي في جحيم الصوارم. وما هم بعشاق المنايا وإنها سبيل الضحايا في اتقاء المظالم. سنمحو الأذى بالحب، سنمحو الأذى بالحب مهما توثبت علينا الليالي بالخطوب التوائم. ستبقى لنا دركوش، ستبقى لنا الشهباء، ستبقى لنا الفيحاء، ستبقى لنا بغداد. الله. ستبقى لنا بغداد دار كرامة، ويبقى لكم عار الأعادي الغواشم. الله الله. تعود وتبكينا أستاذ محمد دركوش، والله العظيم. ما يبكي أستاذ معاذ، ما يبكي حقيقة، ما يبكي أن إخواننا الذين فتحنا لهم بيوتنا، نعم، ولم ننصب خيمة في روابي سوريا كلها، عندما جاءونا مهجرين ومشردين في عدوان 2006 على لبنان، بدل أن يأتوا إلينا بالورود والرياحين والهدايا جاءوا إلينا بالسكاكين والسواطير. هذا الذي يؤلم وهذا الذي يبكي. يعني أنت تقول لك الخزي حزب اللات، ما أن نازف عزيز بأرض الشام زين العواصم. دعا باسم سابور من الحقد تألدا وألبسه حزن الحسين بن هاشم. هو هذا يعني هذا لب الصراع أستاذي يا سيدي، هذا سابور. لب الصراع سابور، نعم سابور. هم يجعلون من الدين أو من التشيع مدخلا لحروبهم أو رافعة لمعنويات أنصارهم. هم دخلوا يا سيدي إلى سوريا تحت عنوان حماية المراقد، ودخلوا إلى البحرين لحماية المزارات الحسينية، ودخلوا للعراق بحجة حماية أيضا المراقد. هذه حجة. فالجهاد لو تعلم، أعطيك معلومة صغيرة، أن الجهاد عند الشيعة معطل ولا يجوز مجاهدة العدو بأي شكل من الأشكال. طيب. لذلك أفتى السيستاني في حرب العراق، أفتى لا يجوز مجاهدة الأمريكان لأن هذا الجهاد معطل. طيب لذلك فقط الجائز عندهم هو جهاز الدفع، الدخول باسم لحماية المراقد والمزارات. طيب جميل. نعود إلى الشعر. يعني سأذكر بيتا جميلا سأمر عليه سريعا. لك الويل يا مولى المجوس مذمما، هذه المخازي من علي وفاطمي. هذا سؤال استنكاري يعني رهيب منك. تقول ستبقى لنا دركوش دار كرامة ويبقى لكم عار الأعادي الغواشم. أستاذ، هؤلاء ما أبقوا لكم حجرا على حجر، وأنت تقول ستبقى دار كرامة ودار انتصار. سيدي، نحن دعاة حب ونحيا بالحب، ولا نريد الموت ولا نريد القتل أي كائن كان. دائما كم مرة على أرض غزاة ومضى الغزاة وبقيت بلادنا، بقيت دركوش وبقيت دمشق وبقيت حلب وبقيت بغداد التي دمرها المغول. ذهب المغول وبقيت بغداد، ذهب الصليبيون وبقيت بغداد. نحن سنبقى بلادنا ديار كرامة. نعم سنبقى إن شاء الله تعالى، وهم سيذهبون إلى مزبلة التاريخ. مزيدا من الشعر. يا سيدي، هؤلاء الذين لا يعرفون الحضارة قامت قواتهم بقصف قلعة المرقب. نعم. وقلعة المرقب معروفة في سوريا، قلعة تاريخية بناها هارون الرشيد. قصفها هؤلاء. تصور، هؤلاء لو كانوا يؤمنون بالتاريخ أو بالحضارة أو لو كانوا أبناء حضارة لما هان عليهم قصف هذه القلعة. فكتبت قصيدة طويلة وأنا أعانق صخرة من صخورها المهدمة. فقلت: تفضل. أعانق في السور المهشم صخرة
رماها عن البنيان رمي المدافع، كأني أضم الغانيات كواعبا وألثم فيها مترفات المخادع، ولولا إباء الصخر فيها سجية، ولولا إباء الصخر فيها سجية لكانت بكت عندي بماء المدامع. فلما رأى السور الجريح دموعها ترنح كالشاكي طريح المضاجع، وحدثني وحيا ولو كان ناطقا لدبج فيهم محكمات المطالع. الله. ثويت على ظهر البسيطة طاويا. اسمع ماذا قال الثور. تفضل. اسمع ماذا قالت القلعة. نسمع. ثويت على ظهر البسيطة طاويا دهورا حبالا بالصروف الفواجع، فكم هز أركاني مرارا زلازل وهبت بأرجائي رياح الزعازع، ودنس أرضي فاتحون جبابر أشد عليها من شديد القوارع، فما رأت الأيام أقذر حاكما ولا عرف التاريخ مثل الممانع. الله 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 الله. أمن شامنا الثارات تقضى عديدة، أمن شامنا الثارات تقضى عديدة ويغضى عن السابين مهد الشرائع. سلام على الميمون سبط محمد وزين الشباب الزاهد المتواضع، نقي من الأضغان عطرة جده نقاء السنا من شائبات الطبائع. عجبت لمن ينمي الشرور لزهرة ويعزو الدياجي للشموس السواطع، فما كان ذباحا حسين وهاتكا حرائر أو جاء الأولى بالفجائع. أيا من يرى نحر الرقاب تعبدا، أيا من يرى نحر الرقاب تعبدا ومرقاه للفردوس هدم الجوامع. وما سل ثأرا وما سل ثأرا للإمام سيوفه ولكن لملك في خراسان ضائع. يا الله. سيخبرك الشام الشريف رجاله، سيخبرك الشام الشريف رجاله تليد بني ساسان ليس براجع. الله. ماذا سيخبرنا؟ سيخبرك الشام الشريف رجاله تليد بني ساسان ليس براجع. ستقرئك الشهباء، ستقرئك الفيحاء، ستقرئك بغداد منا رسالة يدبجها حد السيوف القواطع، بأننا رجال الله أهل كتابه رضعنا المنايا من صدور المصارع. الله الله الله. صح لسانك. ونعم تقول ستقرئك الشهباء منا رسالة بأن رجال الله أهل كتابه رضعنا المنايا من صدور المصارع. هذا يعني مثال عن الشعر الحماسة، شعر الفخر، شعر التحفيز. نعم، هذا دور الشعر أخي معاذ. نعم. هذا هو دور الشعر في كل زمان ومكان. هذا هو دور الشعر، التحفيز والتحريض والتنوير. هذا هو دور الشعر. لكنك هذا هو الشاعر الحقيقي. ما زلت مسكون أيضا بهذه القضية، هي قضية الفرس والعرب، قضية هذا الصراع الكسروي، ثأر هؤلاء الفرس الذين لن ينسوه عند العرب، واضحة جدا في كل قصائدك. يا سيدي، لأن اليوم العدو الأول لنا هم الفرس، هم الذين يقتلوننا. والصهاينة بعيدا عن الصهاينة هم أعداؤنا أيضا، وهم هذا لا يختلف عليه اثنان، لكنهم لم يقتلوا من العرب ربع أو عشر ما قتل بشار الأسد على سبيل المثال من السوريين، أو ما قتل الفرس وعملائهم في بغداد. ناهيك إذا أردت أن أذكر لك التاريخ وما فعله مثل إسماعيل الصفوي عندما أوقف المد الإسلامي في معركة جاديران نعم. ضد العثمانيين.
من سلم بغداد للمغول ابن العلقمي. إذا تاريخ هؤلاء معروف، ماذا فعل القرامطة وماذا فعل أبو طاهر الجنابي، تاريخ هؤلاء معروف. طيب. إذا نحن اليوم أمام عدو يجب أن لا نغمض أعيننا عن الحقيقة بحجة أننا لا نريد أن نكون طائفيين. طيب جميل. الحقيقة هذه القصيدة فيها كثير من الأبيات، يعني خصوصا مثلا تقول: فما كان ذباحا حسين وهاتكا حرائر أو جاء الأولى بالفجائع. تقول أيضا: فما رأت الأيام أقذر حاكما ولا عرف التاريخ مثل المانع. هذا يعني سيدي، هل يقبل الحسين رضوان الله عليه وهو منا ونحن منه، هل يقبل أن تسفك هذه الدماء وأن يقتل الأبرياء وأن تهدم المدن وتشرد الملايين؟ حاشاه. طبعا لا يقبل. طبعا لا يقبل. هذه أبيات من البحر الطويل ومن الوزن الثقيل هذه أستاذي محمد دركوشي. والحقيقة هناك كلام فني كثير عليه. أنت تختار حرف الروي العين ومن بحر الطويل. ربما هذه يعني ميزة إضافية للقصيدة. الوقت يتداركنا، نريد أن نسمع أيضا، يعني هناك شغف أن نسمع أيضا من شعرك. اختر لنا ما تشاء. سأختار لك قصيدة عن حوران. وأختار عن حوران المجد، حوران التي الحقيقة أنا لا أستطيع أن أكون حياديا في هذه القصيدة، يعني لا أستطيع. هي قصيدة طويلة، سأختار لك منها أبيات سريعة. إيه، فبها ونعم. تفضل. نعم. بأرض حوران مر المجد ظمآنا، إيه، وعاد من مهج الأحرار ريانا، كسوه ثوب العلا فاختال منتشيا، إذ كان منذ صلاح الدين عريانا. الله الله. أرض البطولات لا اليرموك أولها، وليس آخرها استبسالها الآن. الله. أكلما نكب التاريخ نكبته، واسود وجه المعالي سل حورانا. الله. عده أكلما نكب التاريخ نكبته، واسود وجه المعالي سل حورانا. الله. حوران يا منبت الأحرار منتفضا، لم يرض طاغية الفيحاء سلطانا. لله در بنيك الصيد يوم دعوا شعب الكرامة للعلياء طوفانا. يسومنا الظلم قوم لا خلاق لهم، عبيد أجدادنا واستسيدوا الآن. دار الزمان فما أبقى لنا وطنا، ظلم الطغاة ولا أبقى لنا شانا. نام الأسود زمانا عن مآثرهم، تعدو الطباع على الضرغام واسنانا. لا عجب يلقى الردى من كف محتقر، من ليس يلقى شعاع الفجر يقظانا. حوران فاتنة البلدان أجمعها، لا يعرف الحب من لم يهوى حورانا. الله الله. حوران فاتنة البلدان أجمعها، لا يعرف الحب من لم يهوى حورانا. إني إذا فاح من تلقائها نسم، سقى فؤاد الهوى فاخضر هيمانا. صحيح. أنكرت كل الغواني بعدها أبدا، لا خود في الحي نهواها وتهوانا. لم أبكي يوما من البلوى أكابدها، بغي الكلاب عليها اليوم أبكانا. أغرى الغزاة بها حسن وطاغية، أعدى عليها من الموت الذي هانا. ظن العدا حسنها ضعفا فأحرقهم، تضرم الحسن حتى صار نيرانا. الله. جاءت تذود عن الأموات كاذبة، جاءت تذود عن الأموات كاذبة، جحافل الحقد من كسرى بن ساسانا. الله الله. جاءت ترد على الفاروق غارته ثأرا، وتمحو من التاريخ مروانا. الله. ذقار تطعمهم لما تزل وجعا، ولم يزل آكل الأحقاد جوعانا. الله. ذقار
ذقار تطعمهم لما تزل وجعا ولم يزل آكل الأحقاد جوعانا. الله. جاءوا فما وجدوا إلا غطارفة قد أرضعوا من لبان الحزم ولدانا. نعم. قال الرجال وبيض الهند مخضبة تبين القول للأعداء تبيانا. إيه. ماذا قالوا؟ تفضل أسمعنا. اسطبل حمزة في درعا. إيه. اسطبل حمزة في درعا لأرفع من إيوان كسرى وأعلى منه بنيانا. الله الله الله. اسطبل حمزة الخطيب طبعا. اسطبل حمزة الخطيب الشهيد الطفل. إيه. اسطبل حمزة في درعا لأرفع من إيوان كسرى وأعلى منه بنيانا. درع إيه. الكرامة درع الشام مذ خلقت وتلك سيرتها تكفيك برهانا. إيه. لولا عصافير حوران يا أستاذ معاذ. إيه. بل تسمع الأمة وليسمع السوريون. لولا عصافير حوران التي صدحت وأنقذت من فم الضار بقايانا. الله الله. لظل يجني علينا البغي أزمنة إيه. حتى نزمزم حول النار رهبانا. لظل يجني علينا البغي أزمنة حتى نزمزم حول النار رهبانا. نسقى الهوانا وقم الحقد كعبتنا. يا الله. سابور نسبتنا لا نسل قحطانا. يا الله يا إلهي. ما هذه التحفة الفنية، وليس لأنها لدرعا لكنها يعني طبعا والنعم من حوران والنعم من سوريا والعراق وكل بلاد العرب تستحق حوران. تقول أكلما نكب التاريخ نكبته واسود وجه المعالي سل حورانا. يعني الوقت يعني تماما انتهى. كان بودي أن أناقش معك هذه القصيدة مطولا، لكن يعني أدعو كل من يسمعنا إلى قراءة هذه القصيدة. تستحق حوران بالتأكيد. أستاذ محمد دركوشي نائب رئيس اتحاد كتاب سوريا، يعني أنا شاكر جدا لك على تفضلك بالمشاركة. كلمة أخيرة تفضل قل. سيدي شكرا لك وشكرا لقناة الرافدين الغراء، وكان الله بعون الشعب العراقي العظيم، وإلى النصر إن شاء الله. نلتقي مع النصر إن شاء الله في سوريا وفي العراق، وحفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين جميعا إن شاء الله. أستاذ محمد دركوشي، قصائد الحقيقة من يعني الوزن الثقيل، أوجعتنا في هذه الأمسية وأفرحتنا. شكرا جزيلا لك. وأنتم يا أهل الضاد نتمنى أن نكون قد قدمنا ما أمتعكم وما أفادكم. الاثنين القادم بإذن الله أمسية شعرية جديدة، فكونوا على الموعد.